السلام عليكم ويعطيكم ألف عافية. كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اشتقت لكم كتير. إن شاء الله الفيديو هذا رح يعجبكم كتير. عنا هون الكيكة الفلبينية. بالنسبة للمقادير اللي مكتوبة على الشاشة هي ل3 مكاييل. أنا في الوصف إن شاء الله رح أحط لكم المقدار الواحد. طبعا كاسة حليب، 3/4 كاسة زيت، 3 أكواب من الطحين المنخول، وعندنا 9 بيضات، 3 أكواب سكر، 9 حبات جبنة الكريمي سواء الكيري أو غيرها، فانيلا، و3 معالق صغار بيكنج باودر. طبعا هاي مقادير 3 مكاييل طبعا زي ما قلنا. هلأ بداية حطت الصبية اللي معانا 9 بيضات عفوا، وحطت عليهم الفانيلا وحطت السكر. طبعا تستمر بالخفق لمدة 3 دقائق. ضروري جدا تضلك تخفقي على سرعة متوسطة لمدة 3 دقائق. احنا بدنا اكبر كمية هواء تدخل جوا البيض. طبعا هذا هو القوام اللي بتوصل له واللي بنحتاجه. عندي هون جبنة المكعبات هذه، طبعا بهرسها علشان يعني تنخلط بسرعة وما نضطر نخفق كتير بعد هيك. هلأ رح ننزلهم على البيض، طبعا على خليط البيض، ورح نخفق على سرعة منخفضة علشان ما نطلع الهواء اللي دخلناه جوا البيض. ضروري هاي الخطوة تكون على سرعة منخفضة. طبعا انت بتقدري انه حسب ما تشوفي انه الجبنة اختفت. رح نبلش ننزل الزيت. طبعا الزيت تدريجي افضل ننزله مع الاستمرار بالخفق طبعا. وهيك بعد ما خلصنا الزيت كلياته، العملية هذه أخذت معنا تقريبا مع الزيت حوالي دقيقة الواحدة. هلأ عنا الطحين، طبعا بعد إحنا لسه ما نخلناه. حطت عليه 3 معالق الصغيرة من البيكنج باودر ونخلته كويس. في هاي المرحلة إحنا بدنا إياه يكون أكبر كمية، ولو يعني أكبر كمية هواء تدخله بيكون أفضل. لو رجعتي نخلتيه كمان مرة برضو ما في مشكلة. عندنا هون الحليب حطته يعني مرة واحدة، دفعة واحدة حطته. أنا شخصيا بفضل إنه كل إشي بالتدريج ينحط كسوائل يعني. طبعا هي هون مجربة كذا مرة نفس المقدار فظابط معاها على نفس المكيال هذا، فعلشان هيك هي واثقة إنه لما نحطت الحليب إنه حيكون مناسب إلها. عندي هون رح أنزل الطحين بالتدريج. طبعا هون لما بلشنا ننزل الطحين طبعا مع الاستمرار بالخفق. ضروري جدا نفس يعني ما تطفي وتشغلي لا، استمري بالخفق. ونزلي الطحين بالتدريج. طبعا السرعة أكيد منخفضة. شايفين قوام الكيك؟ مش جامد ومش طري. ما شاء الله كان قوامها كتير حلو وطعمها رائع عن جد بمعنى الكلمة. هالكيكة هذه ولسه لما بردت طلعت أطيب من وهي سخنة. هلأ بالنسبة للقالب طبعا هون دهنته زبدة حطت عليه الطحين. مزبوط لازم تغطيه بالطحين والزبدة، إلا إذا كان يعني من القوالب اللي ما بتلتصق بيكون أفضل طبعا. هلأ بدنا ندخله على الفرن طبعا على حرارة 200 في الرف الأوسط. أخذ معانا تقريبا 50 دقيقة. طبعا انت بعد مرور مثلا خلينا نقول 35 ل 40 دقيقة شيكي عليه. طبعا أنا بتكلم على حجم الكيك اللي أنا عمليته أو اللي إحنا عملناه. ما شاء الله بعد ما طلع من الفرن يعني كان بجد تحفة. الطعم خيالي، السكر مزبوط، القوام هش جدا جدا. ما شاء الله الكيكة هذه يعني بجد لو تعملوها رح تعجبكم كتير. قوامها مختلف شوي عن الكيك العادي، كيك الشاي العادي. قطني هيك يعني بتحسوه زي السفنج من جوا. يسلموا ايديها وجزاها الله خير على الكيك الحلوة. هيك انا انهيت الفيديو تبعي، وان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب.